خير ما نبدأ به حفلنا الكريم قراءة من ذكر الله الكريم. يتفضل الطالب مندوب. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على الفاتحة على أرواح شهدائنا. سورة الفاتحة وقوفا. وقوفا النشيد الوطني. الجلال والجمال والسناء والبهاء في رضاه والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواه هل أرى سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أرى في علاه السنا تبلغ السنا موطني السيد مدير مدرسة الشرح البنين الابتدائية بإلقاء كلمة. يتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا دائما وأعنابا كأسا دهاقا. هذا اليوم يوم جميل ومبارك علينا جميعا بأن نلتقي بتلاميذ الصف الثالث الذين إن شاء الله تعالى سوف يتخرجون من مدرسة الشرح الابتدائية البنين وينتقلون إلى المتوسط. وأيضا بهذه المناسبة التقينا بالأخوة معلمين القدامى والمنسبين إلى مدارس أخرى. أستاذ داوود محمد كلكم ممكن ندرسكم الصف الأول إذا هو عربي إسلامي، وأستاذ حنون اللي هو أبو عباس معلم التربية الرياضية ودرسكم مواد أخرى. صوتكم شايفكم ودرسكم. وعهدنا يعني حديث أستاذ محمد بالرياضيات وأستاذ باسم بالخوات أبو الإنجليزي. فصور معلمينكم يفتخرون بأن يحضرون هذا اليوم حفلة تخرجكم، اللي أتمنى عليكم أن تكون هذه الحفلة هي بداية طريق وبداية نجاح في حياتكم اليومية، لأنه نجاح من المرحلة الابتدائية يعتبر أساس، لأنه من كلمة ابتدائي هو معناه أساس لحياة دراسية أخرى.
تبدأ كل العلوم في الابتدائي من القراءة والرياضيات والعلوم والإسلامية والفنية والرياضة والاجتماعيات. وين تبدأ؟ بالابتدائي. تبدأون بأشياء مبتدئة بسيطة لكن تتوسعون بها، هي نفس المواد تدرونها، فقط تضيفون علوم مقسمة إلى أحياء وكيمياء وفيزياء. كل هالمواد نفسها تلقونها في المتوسطة والإعدادية وبالكليات وبالماجستير وبالدكتوراه، لكن بعملية موسعة أكثر. أتمنى لكم النجاح والموفقين، ولكن عتبي عليكم، وإن كان اليوم حفلة ما بيها عتب، الجو بس المرحلة، عتبي عليكم بالأيام الأخيرة التزامكم كان ضعيف، حضوركم للمدرسة كان ضعيف، والامتحانات التمهيدية أغلبكم ما حضروها، والتمهيدية احنا من سويناها على مود هي جو كامل إلا للامتحان الوزاري حتى تستفاد منه، لا يعتمد بالسعي ولا تعتمد بالدرجة. كل ما هنالك نعرض لك نماذج من الأسئلة احتمال أن تأتي إليك في الامتحان الوزاري. كل ما هنالك الفائدة الأول والأخير والاستفاد هو أنت لا المعلم ولا مدير المدرسة. المفروض أيام الامتحانات التنبيه تكونوا كلكم متواجدين، ما يصير عندكم غياب. واللي أريد أحبكم عليه لما تبقى من أيام فاصلة بحياتكم، يا إما تروح للمتوسطة يا إما تبقى بالابتدائية، لأن الابتدائية ترى 6 سنوات، 6 سنوات تعبتوا فيها من غير سنة الرسوم، حار وبرد وضيق وتعب ووضع مادي تعبان لأهلك وظرف معلم تعبان، تجي يوم مرتاح يوم مرتاح، درس نشر درس مو نشر. فكلها هاي سنوات 6 أو قد تكون 7 كلها من التعب والإصرار والجهد والمثابرة. ومن هاي الأيام ما تبقت هي الفاصل، فما تبقى من عندكم من أيام حوالي أسبوع أو 10 أيام، عفوا أسبوعين تقريبا أو 21 يوم تمتحنون وزاري. صار 27 5 21 5 تبدأ الامتحانات مالتكم. وهذه فترة وما تتركونها، تعيدون معلوماتكم، تسوون جدولة بقراءة المواد تكتبون فيها على الأسبوع. وأنا حكيت اليوم في مراحل أخرى بأن ترى الامتحان الوزاري معلم مراقب غريب، مدير طاقة غريب، ما حد يقرأ لك أسئلة، أنت ومصيرك تفوق الأسئلة ويقول لك جاوب. نتمنى لكم التوفيق والنجاح جميعكم، وإن شاء الله ما ألقى واحد منكم سنة الإخوانات الصف السادس، كلكم ناجحين بالصف الأول متوسط. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل الأستاذ القدير أستاذ داوود معلم مدرسة الصاوة والحالي شامل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله في محكم كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. تتحرك الأنامل لتخط كلمات تبقى في القلب أحلى الذكريات، ولا أملك سوى بعض كلمات لترسم لكم التهاني والتبريكات، وأقول لكم مبارك عليكم، وأنتم اليوم ستمضون على عتبة التخرج ليصبح الحلم حقيقة. ستفرقنا الأيام، ولكن حتما ستجمعنا ذكريات الدراسة. فعجلة الأيام تدور وتخبرنا بأن اللقاء لا بد وأن يعقبه رحيل. فابتسامة اللقاء ومتاعب الامتحان وفرحة النجاح تنسينا الوداع.
فبعد مرور الأيام والسنين يأتي يوم التخرج، ويسعدني في هذا اليوم أن أكون معكم وبينكم، أن أشارككم هذه الفرحة لجهد دائم ومتواصل بذلتموه على امتداد الأعوام الماضية. لقد انطوت صفحة من صفحات الحياة كان فيها الجد والاجتهاد والتعب، وجاء وقت الحصاد فنتذكر حروف أضاءت ومشاعل علم استحقت أن تنير الدرب، واليوم نودعكم على الخير لمستقبل زاهر إن شاء الله. وأخيرا نوجه تحية الشكر والعرفان إلى إدارة المدرسة على جهودها الخيرة وتعاونها مع الجميع لتذليل كل الصعوبات، والتي زرعت في قلوب التلاميذ حب العلم والمعرفة والتفوق فأزهرت ورودا متألقة. وإلى أخواني وأخواتي أعضاء الهيئة التعليمية، بارك الله في جهودكم الخيرة، فقد كنتم متميزين بعطائكم، فأنتم أساس العلم ووجوده وأساس المعرفة وانتشارها وسببا للنجاح والتطور. فقد كان المعلم ولا يزال مربيا يقود الجاهل ويهدي الضال وينير الطريق لكل من التجأ إليه، وهو كالمنار على رأسها نور وضياء يراه من فقد الطريق فيهتدي به. وهذه المئات من أبنائنا التلاميذ إلا أغراس تعهدها المعلم بماء علمه فأينعت وأثمرت وفاضت معرفة، وأن كل ما يحتاج إليه المعلم حتى يرتقي لمصاف الأنبياء ضمير حي وقلب محب وإخلاص في العمل. لقد أديتم الأمانة وحفظتم الرسالة. نسأل الله تعالى أن يكلل جهودكم بالسعي المشكور والذنب المغفور والأجر والثواب. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.